سوء الإدارة المالية هو أول طريق إنك تقفل شركتك. سوء الإدارة المالية هو أول طريق إنك ما تلاقيش ربح. سوء الإدارة المالية هو أول طريق إن أنت تموت البراند بتاعك لأنك بتخطط بطريقة مش مناسبة. راس المال العامل بالسالب، مصاريفي اكتر من مبيعاتي، وبالتالي بضطر اخد من راس المال علشان اقفل الشهر وعلشان اقفل السنه لغايه لما الدنيا تظبط ومبيعاتي تزيد عن مصاريفي. غلطه كتير كلنا بنقع فيها، وده اللي بيخلي شركات كتير تقفل في اول 5 سنين، لان ببساطه جدا مصاريفها اكتر من ارباحها، وده بيكون بسبب سوء الاداره الماليه. ازاي ادير الموارد اللي بتجيلي؟ ازاي ادير الدخل اللي بيجيلي؟ هل انا مقسم النسب عندي بشكل مظبوط؟ يعني زمان لما كنا بنشوف ست البيت لما بتقسم في 10% اكل، في 10% خروجات، في 10% ايجار وكهرباء، في 20% هنسيف علشان الظروف، في 20% علشان المدارس. فبنقول ان دي ست بيت ايه، مدبره وبتظبط الدنيا وعارفه تدير الدنيا. فالاداره الماليه محتاجه تحافظ على النسب بتاعتها تحت اي ظروف، وان التغيير فيها ما يبقاش بالسهوله. فببساطه جدا يبقى عندك 10% مثلا مرتبات، 5% ايجار، 10% اعلانات، 10% للتطوير. انت بتحدد النسب، وفي 20% ارباح، والنسب دي بتتوزع على حسابات البنوك، وبالتالي كل شهر انت قادر تحافظ على البرسنتج، وكل سنه انت قادر تحافظ على البرسنتج، وبالتالي الشركه بتكبر وتفضل تستمر وما بيبقاش عندها مشكله اللي بتواجه اغلبيه الشركات في اول 5 سنين. الغلطه اللي كلنا بنعملها ان احنا بنحاول دايما نقلل نفقاتنا بدل ما ندير نفقاتنا صح. الحل مش انك تزود مبيعاتك بس، الحل انك مش تقلل نفقاتك بس، الحل انك تدير نفقاتك وتحط البرسنتجز المطلوبه، وبالتالي البيزنس يقدر يكمل ويستمر.